سلام سلام، معاكم هبه. اليوم جبت لكم غوزات تاع بوراك بالبولي ولا صوص بيشاميل، يجي بزاف بنين، ساهل، يوجد بالخف. غادي تعتمدوه في هذا رمضان. دونك غادي نبدو في لا بريباراسيون تاعنا. درت شويه تاع زيت في مقله، خليت الزيت تاعي يحمى، ومن بعد زدت عليه بصله موين مقطعه صغير كما راكم تشوفوا. كي يكونوا باغيين ديروا بوراك فيه صوص، ايفيتو باش ترابو البصل وباش ترابو البولي، قطعوهم خير ملي ترابوهم باش ما يطلقوش الماء تاعهم. دونك حطيت البصله تاعي، راني نقلي فيها وراني نحرك بيان سور. كي نشوفوا البصله تاعي بدات تكاراميليزا، بدات تدبل، نزيد عليها شويه تاع بلوند بولي. انايا درت ميم با نص بلوند بولي، درت كونتيتي صغيره، ما كانش خاصني كونتيتي كبيره بزاف. ومام البولي راكم تشوفوا بلي قطعته ما رابيتهش باش نيفيتو هذوك لي ليكيد. نقلي مليح البولي تاعي ومن بعد نزيد عليه قياس فص صغير تاع توم مرابي ونبدا نحرك بيان سور. تنشوفوا البولي تاعنا بدا يدخل طياب، نزيدوا لي زيبيس. انايا درت شويه فلفل كحل، شويه سكنجبير، ودرت شويه تاع الملح. هذا ما درت لي زيبيس، وانتوما تقدروا تزيدوا لي زيبيس تاع شاورما ولا اي ايبيس تكونوا تبغوه. نحرك مليح. كي نشوف البولي تاعي بدا يطيب، بدا يدخله طياب، نزيد عليه كونتيتي مليحه تاع المعدنوس. واللي ما يبغيش المعدنوس ينجم ايفيتي ما يديرهش. ونحرك ونخلو الميلونج تاعنا يطيب مع تحرك بيان سور. ما خاصش نغفلوا عليه باش البصل والثوم تاعنا ما ينحرقوناش. دونك كي نشوفوا البولي تاعنا طاب، نقلعوه نخلوه اكوتي، وفي نفس المقله اللي كنا طيبنا فيها البولي بيها بهذوك لي سوك اللي بقاو فيها، ندير مغرف صغيره ماشي معمره مليح تاع لا مارغارين، نخليها تذوب ومن بعد نزيد عليها مغرف صغيره معمره مليح تاع الفارينه، ونبدا نحمص هكا في الفارينه. نبدا نحرك باش ما تنحرقليش. كي نشوفوها بدات تتحمص، نزيد عليها شويه برك تاع الحليب، ما نزيدش بزاف باسكو انا كان خاصني لاصوص تاعي تجيني ثقيله. اذا كنتو باغيين ديروا لاصوص خفيفه شويه، بدو تزيدوا في الحليب حتى تخفف لكم لاصوص. دونك انا زدت غير شويه برك باش تجيني عاقده. نبدا نحرك حتى نشوفها تقالت. فوالا شوفوا راهي تقالت لي لاصوص. هذا هو القوام تاعها اللي كنت باغيته، كنت باغيتها هكا ثقيله. نطفي عليها النار ونزيد كونتيتي تاع فرماج. وهنايا الفرماج غادي يذوب لنا بهذيك لا شالور تاع لاصوص، ونزيد عليهم هذاك البولي اللي كنا طيبناه وخليناه اكوتي، ونحرك كلش مع بعض حتى نشوفهم انسجموا. ومن بعد نخلي لافاغ تاعي تبرد. لازم نخلو لافاغ تاعنا تبرد، خاطش لو كان نخدمو بها ديريكت وهي حاميه غادي تقطع عنا الورقه تاع الديول. فوالا بعد ما بردت لي لافاغ مليح، هنايا غادي نبدا نشكل في البوراك تاعي. جبت ورقه كومبليت وراني نشكل فيها على شكل سيغار، راهي باينه. ودرت شكل واحد اخر صامصه ولا مثلث ولا كل واحد كيفاش يسميها. دونك هنايا درت نص ورقه تاع ديول، نحط لافاغ هكا في الكوتي، نبدا نلوي فيها بطريقه اللي راكم تشوفوا فيها، وهكا تخرج لنا شكل مثلث ولا على شكل صامصه. وهنايا كل واحد وكيفاش يبغي يشكل البوراك اختياريه. انا بغيت ندير هادو زوج تاع الاشكال. ومن بعد نقلي البوراك تاعي في الزيت، لازم يكون حامي ما لازمش يكون بارد باش البوراك تاعنا ما يجيناش شارب الزيت. واللي يبغي يديره في الكوشه تاني غير يدهنه بشويه تاع زيت من الفوق ويدخله للكوشه. وهذا هو البوراك تاعي بعد ما قليته. شوفوا لا كولور تاعه راهي بيان دوغي، راه بزاف كروستيون، جاي مقرمش بنين. دروك غادي نحل معاكم حبه باش تشوفوا كي جا من الداخل. يجي بزاف بنين هذا البوراك. نتمنى تسيوه. اللي سياته ما تنساش تخلي لي رايها فيه في لي كومونتير. دروك ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، بقاو على خير وتصوموا بالصحه والهنا ان شاء الله.